اهلا وسهلا حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واليوم غنحضر معكم هذا البلا كيجي رائع ما شاء الله. يعني وجبه بسيطه، ديال كوكليات معمرين وخضيره مصوطيه والتغميره. تبارك الله كتجي على حقها وطريقه، يعني ما تشبعوش من هذا البلا صراحه. ضروري تجربوه وردوا عليا. ونخليكم مع الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات، عندي هنايا واحد القزبور والمعدنوس تقريبا معلقه كبيره، وعندي حامضه غنحتاجها حتى هي غنعصرها. هنايا عندي ضامه ديال الزعفران، اولا لا كان عندكم الزعفران الحر. والثومه تقريبا استعملت هنايا 6 ديال دروسه ديال الثوم. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الهريسه كتبقى اختياريه، ومعلقه صغيره ديال السمن، ومعلقه كبيره ديال لاموطار، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه صغيره ديال القزبرور، نص معلقه صغيره ديال الابزار، والملح على حسب الذوق، ومعلقه صغيره ديال سكينجبير. المهم هادو هما المكونات. وغادي ناخذ هذيك الحامضه، غادي نعصرها باش ما كيبقاش. حاولوا انكم تعصروها غير بحال هكا باش هذوك العظومه ما يدوزوش لكم مع الخليط. وبالنسبه للمكون الرئيسي هما هذوك الكوكليات. هادو من الحجم المتوسط، حيت كاينين صغيورين. المهم هادو واخا هكاك راه كبيبرين شويه، ماشي دوك الصغيورين بزاف. المهم هذاك الحامض اللي درنا عصرناه كنزيدوا عليه هاد التوابل والقزبور والمعدنوس، وكنمزجوا هاد الخليط مزيان اللي هو يا الشرموله باش كنشرملوا بها هذوك الكوكليات. وطبيعه الحال الكوكلي راه ضروري كتكون مغسول مزيان ومسقطر، ومن الاحسن يكون يعني بايت في الثلاجه. ماشي يلاه مذبوح وكطيبوه، لان الدجاج فاش كيكون يلاه مذبوح وكطيبوه صراحه ما كيجيش بنين. المهم هنايا راه كنشرملو مزيان حتى من صدرت كيتو بالموس، ودخلت ليه هذيك الشرموله. وما تنسوش الداخل حتى هويا شرملوه مزيان مزيان. ومن الاحسن يبات في الثلاجه، يعني ليله كامله حتى الغد ليه وعمروه. واللي زربان يقدر يخليه على الاقل ساعتين، المهم باش الدجاج يشرب هذيك الشرموله. بالنسبه للحشوه اللي غادي نعمر بها هذاك الكوكلي، هنايا الكبده ديجا سلقتها مع طرونش ديال الحامض وشويه ديال الخل. ومنين تسلقات راه صفيتها وقطعتها تقطيعات صغيورين. والفيرميسيل ديال الروز هنا تا هو خويت عليها الماء طيب، ومن بعد صفيتها وقطعتها حتى هي بالمقص. عندي هنايا الحامض مصير تقريبا نصف حامضه مقطعه حتى هي. وعندي هنايا الهريسه اللي كتبقى على حسب الذوق. المهم هذيك الحشوه من كتكون حاره الصراحه راه كتجي بنينه وزوينه. عندي هنايا اللي غنصوطي الاول بصله صغيره مشلضه، كلشي درتو في الهاشوار. والزيتون مقطع خضر كيف ما كتشوفوا. الشامبينيو الفطر اسود هذاك، يعني خويت عليه الماء طيب وغسلته مزيان وقطعته. والفطر المعلب حتى هويا نفس الشيء، حتى هو واخا معلب وداكشي تيتغسل مزيان وكيتنشف وعاد كيتقطع. وبالنسبه هذيك الشرموله اللي كانت شاط لينا على الدجاج، المهم هنا غندير زويته بلديه باش غادي نصوطي هاد المكونات، ثم غادي نرجعوا للباقي. بالنسبه لهذيك الشرموله غادي نضيف عليها هنايا 2 فصوص ديال الثوم. غنزيدهم لان ديجا هي راه فيها الثومه فيها كلشي، غير غنزيدهم لحقاش عندنا الكبده يعني حتى هي تتبغي الثومه والحامض. وغندير عاوتاني واحد العصره ديال الحامض كيف ما كتشوفوا. وغادي نخلي هادشي على جانب حتى تيتشحر ليا هذوك المكونات اللي درت فوق البوطه. عاد كنضيف ليهم الباقي. مهم هنا من بعد ما تشحروا ليا هاد المكونات مزيان كنضيف لهم هذيك الكبده وهذيك الشعريه. يعني ضروري الفيرميسيل حتى هي ما تشحر، ماشي غير كتخويو عليها الماء وتصفيوها وتعمروا بها الدجاج، يعني يديروا لها العطريه وتعمروا بها الدجاج. قد ما شحرتوا الحاجه ودخلات مع العطريه كتجي بنينه 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 بزاف تبارك الله. المهم هنايا غادي نمزج هاد الشيء مزيان مع بعضياته، وغنديرو فوق النار حتى يتشحر مزيان. هنا من بعد ما حيدتو تبرد ضروري تذوقوه في هذه المرحله الا كانت خاصه مليحه. انايا ما زدتش الملحه لان عندي الحامض عندي داكشي كامل
الزيتون كلشي زعما هو هذاك. زدت غير صلصه الصويا لانها كتجي بنينه وكتحيد لينا حتى داك اللون الصفري وداك الشيء، تتعطي واحد اللون كراميليزي كتجي رائعه. المهم هنايا كتذوقوا حتى الا كنتو بغيتو تزيدوا الحار راه كتزيدوه. المهم انا داكشي تبارك الله درتو هو هذاك. زدت غير صلصه الصويا في الاخير وغنمزج هاد المكونات وغناخذ هذاك الكوكلي اللي جبت من الثلاجه اللي كان بايت في الثلاجه وغنبدا نعمر بهذيك الفيرميسيل. انا ديجا الحشوه درتها كثيره شويه باش نقدمها حتى هي في البلا مع الخضره وداك الشيء حتى هي غنقدمها. دابا تشوفوا معايا الطريقه. المهم هنا غادي نعمرهم مزيان ثم غادي نسدهم بهذيك الطريقه. المهم غتشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي نسدهم. وقد ما الكوكلي يعني شرب العطريه مزيان قد ما كيجي بنين وفتي فتي فتي. وهذاك الحامض اللي درنا في كوكلي راه كيعطي واحد الهشاشه رائعه للدجاج او للكوكلي. المهم هذه الطريقه تقدروا تستعملوها في الدجاج او للكوكلي اللي بغيتو. هنايا غادي ناخذ اللاطه اللي غادي ندخلها الفران، غادي ندير فيها هذاك الدجاج. المهم هنا ضروري ما كتحزموه بالخيط. الخيط طبيعه الحال كيكون نظيف ونقي، كتحزموه باش ما كيتشتتش لانه هويا هاد الكوكلي كيكون صغيور وداك الشيء يعني دغيا غادي يتشتت ليكم. من الاحسن يتحزم بحال هكا بهاد الطريقه باش يبقى مجموع حتى ملي كتقدموه كيبقى هو هذاك ما كيخرجوش ليه دوك العظومه ديالو وكيبقى مشتت والفخيدات يعني كيتحلوا وداك الشيء. وكتحطوه على الصدر بحال هكا بهاد الطريقه باردون. كتحطوه على الصدر وكتكوه بواحد القطيب بحال هكا باش يتنفس من كاع البلايص، لان هاد الطريقه هي احسن طريقه، احسن من ديال الكسكاس. كاين الناس اللي كيديروا الكسكاس يعني كاع دوك التوابل كيمشيو مع الكسكاس وكيتبخروا كيولي بحال مسلوق يعني كيولي بيض حتى الا تحمر وداك الشيء. المهم كتبقاش فيه ديك البنه. هاد الطريقه ديال الفران انا كنستعملها للدجاج، كنستعملها للكوكلي لاي حاجه صراحه كتجي زوينه احسن من التبخار. المهم هنايا سديت عليه بابي سيفيغيزي، غادي نضيف واحد البابي سيفيغيزي واحد اخر حتى يعطي. المهم نتوما من الاول ديروا جوج، ولا كانت عندكم كونتيتي كبيره ديال الكوكلي يعني كانوا عندكم الضياف او لا كنتوا اسره كبيره تبارك الله راه تقدروا تصيفطوه للفران. يعني حتى هو راه كيجي زوين في الفران اكثر الا كان الفران ديال العواد كتبقى فيه ديك النسمه رائعه. وهنا غادي نزيد عليه البابي الومنيوم باش يعني كيتسد مزيان وكيدخل معاه داك الطياب يعني ما كيخرجش داك الهواء يعني بحال داك البخار كيبقى فيه وكيطيب مزيان. هاد الكوكلي تقريبا راه دغيا كيطيب تقريبا كاع ساعه حتى ساعه ونص الا كان الدجاج ولا شي حاجه ساعتين. المهم هذيك الشعريه اللي بقات ليا حتى هي غادي نديرها في بابي سوفيغيزي وغنجمعها بحال هكا وعاد ندير لها بابي الومنيوم. وغير هاد يعني الشعريه مي غادي ندخلوها الفران راه ماشي بحال الدجاج يعني تقريبا نص ساعه او ربع ساعه وحيدوها باش ما تحرقش ليكم. حتى تبغيو تقدموا البلا ديالكم عاد باش تدخلوها تسخن. ودابا انايا نخليه بحال هكا يعني تبغيو يوجد عاد دخلوه الفران. هنا غادي نصايب الدغميره اللي غنرافق بها الكوكلي يعني ضروري حنا المغاربه من التغماس. هنا الكانسات قطعتهم والقلب حتى هويا والعناق ودرت واحد البصله صغيره مشلضه. ثم هنايا التوابل. بالنسبه للتوابل عندي هنايا سكينجبير يعني كيبقى داكشي على حسب الكميه اللي عندكم والابزار والخرقوم. وعندي هنايا القزبر مطحون وعندي شويه ديال الملح وعطريه ديال الدجاج الحامض مقطع طريفات ضامه ديال الزعفران والثوم والسمن ضروري. المهم هادو هما المكونات. وضفت حتى الهريسه لان الهريسه كتعطي واحد البنه رائعه في هاد الدغميره غير ما تصورتش ليا في واحد اللقطه. مهم حتى هي ضيفوها كتجي زوينه. المهم هنايا غادي نضيف هذوك التوابل الطنجره ديال الضغط وكندير هذيك الضويمه ديال الزعفران وكنشرمل هذا الشيء مزيان فوق البوطه حتى تيتشربوا هذيك العطريه. المهم غنضيف عليهم زويته بلديه صراحه الطياب بالزيت البلديه هو احسن حاجه كيجي رائع. وغادي نشحرهم مزيان فوق البوطه
اي حاجه كتشحروها كتعطي البنه. المهم هنا من بعد ما شحرتهم غنضيف عليهم الماء الكافي باش كطيب، ونسد عليهم طنجره الضغط. ومازال غادي نضيف عليهم البصله، يعني منين غنحل عليهم غادي نضيف عليهم البصله باش كتجي الدغميره هي هذيك تبارك الله. مهم دابا نوريكم ليطاب فاش غنضيف البصله. هنا فاش حليت عليهم تبارك الله كيجيو يعني طيبين مدغمرين، وهما هذوك ما شاء الله. تقريبا البصله اللي ضفت درت تقريبا 2 بصلات كبار، تقدروا ديروا 3 أو 4، المهم على حسب الكميه اللي بغيتو. هنايا غادي نضيف هذيك البصله اللي عندي، راه كبار هاد البصيلات، وغادي نزيد عليهم، غادي نزيد على البصله الزيت البلديه. واللي زعما باغي يدير حتى الزيت الروميه يقدر يدير الزيت الروميه اللي هي زيت المائده. وغادي ندير واحد العويد ديال القرفه، وغادي ندير داك شويه ديال الماء الكافي اللي غادي طيب فيه هذيك البصله، وغنسد عليها حتى تتهبط على خاطرها، عاد كنحل عليها باش كتدغمر. مهم حركو مزيان باش العطريه تشرب هذيك البصله حتى هي ما تبقاش بيضه كيف ما كتشوفوا. عاد سدوا عليها طنجره الضغط. وبالنسبه اللي ما بغاش يدير هاد الدغميره يقدر يكتفي غير بالعماره والخضره صوتي، يعني اللي بغى. المهم هنا حليت عليها باش كتاخذ هذاك اللون كراميليزي، وزدت فيها حتى طوبه ديال يعني طوبه ديال السكر اولا السنيده ولا العسل اللي بغيتو. الحلاوه كتجي رائعه مع الدغميره. المهم هنايا بالنسبه للخضره، انايا هنا البطاطا راه ديجا سلقتها وصفيتها، وضفت ليها شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبور والملحه والمعدنوس والقزبور مطحونين، ودرت زويته بلديه نخلي نفس المكونات درتهم حتى في خيزو. والثومه والثومه غير خيزو كنزيد عليه واحد العصره ديال الحامض كيف ما كتشوفوا، وكنديهم وكنجيبهم فوق البوطه. صراحه كيجيو رائعين بحال هكا. انا هنايا كنت درت الثومه طريه كانت عندي بلديه، اللي عنده الثومه بودر يقدر يدير الثومه بودر. ونفس الشيء حتى هو بالنسبه للقرعه، الا اللوبيا اللي كندير هنايا البصله هي الاولى مع الزيت العود حتى تتولي كراميليزي، عاد كنضيف لها اللوبيا ونفس المكونات ونفس التوابل كيف ما غتشوفوا معايا. كتجي الطريقه في اللوبيا رائعه صراحه، ديما كنعتمدها. كيف ما كتشوفوا كديروا الثومه حتى هي شويه القزبور وشويه ديال الكمون ومليحه، والقزبور والمعدنوس اللي كيكونوا مهاشين بحال هكا، وكتصوطيوهم فوق البوطه حتى يعني يتشحروا مزيان، وكتقدموهم. تقدروا تزيدوا انواع ديال الخضره اللي بغيتو اللي كان عندكم، يعني كيبقى داكشي اختياري وعلى حسب الذوق وعلى حسب الرغبه. انا ما درتش البزار على حسب الوليدات الصغير، يعني على حسب المهم الا كانوا عندكم وليداتكم صغيره ولا شي حاجه احسن ما ديروش البزار. هنا من بعد ما جبدتهم من الفرن طيبين تبارك الله، قلبوا الصدر وداكشي راه كتلقاوه فتي. المهم حتى تقلبوهم مزيان عاد دهنوهم. هنا راه كندهنهم بواحد المكون الزبده دايرها مع السمن والهريسه، ندهنهم كاملين باش كيعطيو واحد البنه في الدجاج، واحد البنه رائعه. هنا الصدر ديجا راه تحمر شويه، هذيك الجلده ديالو انا صراحه كتعجبني بحال هكاك محمره، ما بغيتش نحيدها. الا ما كانتش كتعجبكم ديك الحموريه بزاف راه تقدروا تحيدوها. عاد كتدخلوهم الفران يزيدوا يتحمروا. ضروري تحيدوا الخيط، يعني ما تنسوش الخيط. ها نتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما حمرتهم على الجويه كاملين، ها هي الدغميره كي كتجي معلكه ومعسله من داك الشر فيه رائعه ما شاء الله. والخضيره وديك الشعريه اللي كنت درتها في الفران قدمتها، والدجاج من بعد ما جبته من الفران درت ليه غير هذيك تزيين بسيط كيف ما كتشوفوا كاستر والفرماج وهذيك طوماط سوريز. مهم كيبقى التقديم على حسب الرغبه وعلى حسب اللي متوفر عندكم نتومايا. ونتمنى تجربوا هاد الحشوه لانها كتجي بنينه بزاف تبارك الله. حتى الدغميره كتجي رائعه، الخضره كل شيء. يعني انا حضرت معكم هاد الكميه يعني اللي كتبقى صغيره، واللي بغى يذوب المقادير يدبر لهم. داكشي كيبقى على حسب الرغبه. بالصحه والراحه الكبيده ديالي، مع السلامه.